السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم مجددا في قناتكم معي عثمان. صدر الإعلان الثاني للمؤسس عثمان الحلقة 102، والإعلان كان قويا ورائعا وفيه أمور مهمة جدا سوف نقوم بتوضيحها سريعا بالأدلة. عثمان يكتشف ما حصل ويقوم بخطة مع الإمبراطور. ابنة أوكتام هل تقوم بإنقاذ أكتيمور ويتم اتهامها بإصابته. عثمان يكتشف لعبة التي أحيكت للسيد أوكتام ويصرح بأن هناك لعبة وراء ما يحصل مع أوكتام. كما رأينا في الإعلان، بالا تأتي مع عثمان بعد إصابتها من فري. وقبل أن نواصل هذا الفيديو لا تنسوا ذكر الله تعالى وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وهيا بنا نكمل تفاصيل الحلقة. ونبدأ بمسألة حديث الإمبراطور عندما قال لأولوف اقتل عثمان وأوفيليا. فهل بالفعل انقلب على عثمان أم هناك خطة يقوم بها مع عثمان؟ أنا أعتقد هناك خطة يقوم بها الإمبراطور مع عثمان، فعثمان قد أنقذ الإمبراطور مرتين من الموت، وهناك خطة سوف يقوم بها عثمان والإمبراطور حتى يتم اكتشاف الخائن كانتاكازينوس وأولوف. وننتقل إلى مسألة السيد أوكتام. فقد كان عثمان يقول في الإعلان الثاني لأوكتام إذ كانت هذه هي الحقيقة وليس كذبا سأقطع رأسك وأعلقه في قبيلتك. وكان حينها أوكتام وكانتاكازينوس موجودين. فهل يحاسب كانتاكازينوس بالفعل؟ أعتقد أن عثمان اكتشف لعبته تماما ويعلم أن أوكتام ليس له علاقة ما حصل. والدليل على هذا عندما قال عثمان في نهاية الإعلان يعلموننا أننا عادلون ويضربوننا عن طريق عدلنا، أقسم إني سوف أعلقهم على حبل المشنقة. وقبلها كانت زوجة أوكتام تتحدث عن نفس الموضوع، فقد قالت عثمان الذي تثقون به كثيرا سيختل ميزان عدالة. فمن الحديث نفهم أن عثمان علم بلعبة الأعداء فيما حصل مع السيد أوكتام، ولهذا سيقوم بخطة لكشف الحقيقة وإنقاذ السيد أوكتام. وننتقل إلى مسألة هجوم على أكتيمور. فقد أصيب أكتيمور إصابة بليغة بسهمين، وقيل في الإعلان أن ابنة أوكتام هي من فعلت هذا، وظهرت ابنة أوكتام وهي في السجن وعلى يدها أثار الدماء. فهل هي من أصابت أكتيمور؟ أنا أعتقد لا، إذ أصابته لم تكن تعرفه من هو. والدليل على هذا الأمر إن لو فعلت هذا وأصابته لهربت من ذاك المكان. ولو قلنا أنهم أمسكوا بها بعد هروبها فهذا لم يحصل. بعد إصابة أكتيمور سوف تذهب إليه وتحاول إنقاذه وإيقاف النزيف، لهذا يظهر على يدها أثار الدماء. ربما يأتي رجال عثمان حينما تكون قريبة من أكتيمور، ولهذا سوف يقومون اتهامها بأنها هي من أصابت أكتيمور. قولوا لي ما رأيكم؟ هل هي بالفعل أصابت أكتيمور أو شخص آخر مجهول؟ من جهة أخرى تحدثنا قبل قليل عن مشهد هجوم الجنود البيزنطيين على عثمان في القصر. هنا تحدثنا عن هجوم ثاني، فقد جاء في الإعلان بالا تأتي مع عثمان إلى ينشر وتكون مصابة بيدها. وقلنا بعد الإعلان الأول ستهاجم بالا وسيكون شخص آخر قد هاجم عثمان عندما وقع من حصانه. ولكن كيف التقى عثمان وبالا ولم يكونون مع بعضهم البعض؟ فإما أن عثمان وبالا قد تم هجوم عليهم في نفس الوقت وفي نفس المكان، وهذا أستبعده قليلا، أو أن عثمان وبالا قد التقوا في الطريق بعد كلاهما منهم تم الهجوم عليهم. هذا هو نهاية تحليلنا للإعلان الثاني.